قضاء يوم كامل مع فريال جعلنا نكتشف حقيقتها، الشابة التي تبلغ من العمر 19 سنة والتي تحصلت على شهادة البكالوريا. وراءها قصة طويلة بدايتها حرمان من حنان الوالد ونهايته ضياع في عالم المخدرات. الشارع كنت كيفات كارمين. ما نتكيفاش، نولي ما نعرفش نهضر، ما نعرفش نرياجي مع الناس. كان في عمري 12 سنة. بابا خرج من الدار، عاود مرة تزوج مرة واحدة أخرى، ما كانش شكون يصرف على هذا، ماما غالب عليا. باش انايا ماما تخلص 500,000 للشهر نقولها اعطيني نشري، ولا ما نقدرش نقولها نحشم. واش ندير؟ 12 سنة ما كان حتى خدمة اللي تقبلني، رغم انه مينور. جبت بديت نبيع. بابا انا قبل ما يخرج من الدار كان يخدمهم، ماشي غير المخدرات، كان يخدم كاع الانواع الممنوعات. صار طلعنا على هذيك تاع بابا، على بالنا كيفاه يدخل مصروف، كيفاه على بالنا. وانا كنت شغل، انا كنت صغيره كان يديني معاه، وني يخرج يديني معاه، وكنت نربط سون بيتي، ما يمدليش نديها. سور يخرجني معاه، الدولة تقول راهي مع بنته، ما نحكموهش، ما نفيلوهش قدامها. شغل كيما حنا نقولوا يدير طريق. صحيح تعلمت عليه، رجعت كي نحب ندخل مصروفتي نعرف منين ندخلها.